الحمد لله رب العالمين. مباراة كانت صعبة بين الطرفين، خاصة النادي العربي كان متكتل ومتحفظ في هذه نفس نوعية هالمباريات. قدرنا نجاري نادي العربي في الشوط الأول، لكن البلنتي نوعا ما يعني دخل علينا في نهاية الشوط الأول، فهذا شوي خربط حسابات تركيز اللاعبين. الشوط الثاني رغم النقص العددي، لكن نادي العربي يعني بشخصيته الكبيرة عرف شلون هو يدير هالمباريات هذه. نفس المباريات هذه تحتاج أداء، والأهم من هذا 3 نقاط. لكن رجال السالمية يعني ما قصروا في هذه المباراة، خاصة وانت قاعد تلعب مع نادي منافس شرس على الدوري هذا الموسم. مباراتنا هذه كانت مثل ما يقولون يعني تريحة لبعض اللاعبين وتجربة بعض اللاعبين. فيعني النتيجة يعني شوي تكون مو مرضية، لكن يعني كأداء مطمن إن شاء الله. استعداداتنا كانت في الجولات الجاية هي كلها على مباراة النهائية إن شاء الله. مع نهاية الموسم أو اقتراب نهاية الموسم دائما ما يتردد يرتبط اسمك بالعديد من الأندية، إيه صحة؟ هل هناك عروض في الفترة الحالية أو نية للخروج؟ والله حاليا أنا يعني مثل ما يقولون مرتبط وملتزم بعقد مع نادي سالمية. نعم في عروض، لكن في نهاية الموسم إن شاء الله أقعد مع وكيلي خالد الفضلي وندرس أفضل عرض. لكن حاليا أنا ملتزم مع نادي السالمية، وكل تفكيري مع نادي السالمية حاليا. بعد كأس الأمير إن شاء الله نقعد مع خالد الفضلي وإن شاء الله خير. رغبتك الأكبر الاستمرار أم خض تجربة جديدة؟ والله يعني كرغبة هذه ترجع لمجلس إدارة نادي السالمية، لكن إن شاء الله الله يكتب اللي فيه الخير في نهاية الموسم بإذن الله إن شاء الله. هارد لك يا نجم. تسلم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسلمك. الحمد لله، بس الطقة كانت قوية شوي، حسيت بدوخة، بس الحمد لله الأمور إن شاء الله بسيطة، ماكو شيء للعافية. هارد لك اليوم على الخسارة، قدمتوا مباراة كبيرة ولكن العربي قدر يخطف 3 نقاط اليوم. أكيد مثل ما قلت العربي خطف المباراة، حاولنا نعطي كل اللي عندنا عشان نفوز بالمباراة، ومنها نستعد للمباراة النهائية ضد نادي القادسية. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، استفدنا من المباراة. قدامنا فترة نريح فيها قبل مباراة الكويت، مثل ما نقول استعداد الأخير قبل النهائي إن شاء الله. الله يوفقنا إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك، مشكور، يعطيك الحمد لله رب العالمين. مبروك العربي وهارد لك السالمية. إن شاء الله نحاول نركز الحين المباريات الجاية، مباراة نادي الكويت اللعبة الجاية، وبعدها إن شاء الله نهائي كأس الأمير. تردد في الفترة الأخيرة عن مفاوضات بينك وبين نادي القادسية، دكتور محمد المشعاني يبيد بالقادسية. أول شيء أنا ملتزم حاليا بعقد مع نادي السالمية، وكل لاعب يتشرف يلعب مع نادي القادسية، وكابتن مدرب كبير مثل الدكتور محمد المشعاني أنا لعبت معاه بفترتين بنادي النصر ونادي السالمية. إن شاء الله بعد نهاية الموسم يبين كل شيء، وأكيد شرف نادي القادسية نادي كبير، كل لاعب يحلم إنه يلعب نادي القادسية. عادك ينتهي بنهاية الموسم. ما أسمع. عادك ينتهي بنهاية إيه إن شاء الله نهاية الموسم. لم يتم فتح التفاوض بينك وبين نادي السلمية حتى الآن؟ بلا في كلام إن شاء الله، كل شيء يبين بعد كأس الأمير أحسن، لأن التركيز دائما حاليا على فترة الكأس وضغط مباريات الدوري، فإن شاء الله بعد نهاية الكأس كل شيء راح يكون واضح. حبيبي. الحمد لله على كل حال. قدمنا كل ما عندنا، دخلنا مركزين في المباراة، نبوا 3 نقاط. قدر الله ما شاء فعل، نزيد نركز أكثر بإذن الله. مباراة كبيرة مع خصم محترم زي نادي العربي، نزيد نركزوا في المباريات القادمة إن شاء الله، في مباريات أهم إن شاء الله، ربي يوفقنا بإذن الله. استقبال كبير من الجمهور العربي اليوم للسلوس. الحمد لله على كل حال. بارك الله فيهم، جمهور العربي جمهور كبير غني عن التعريف. كانت مباراة ممتازة بين فريقين كبار، وزي ما قلت لك نزيد ونخدم أكثر وإن شاء الله نفرح مع نادي السلمية في نهاية الموسم بإذن الله. التركيز كله منصب على نهائي كأس الأمير؟ أكيد مباراة خاصة، مباراة نهائية، مباراة كأس الأمير. إن شاء الله نقدموا أداء يليق بنهائي كأس الأمير، يليق بالكرة الكويتية. نادي السلمية إن شاء الله جاهز لمباراة النهائي، وإن شاء الله نكونوا قد المسؤولية ونحقق الفوز إن شاء الله. حبيبي الله يخليك.